السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ النهاردة نتكلم مع بعض عن نعمل ايجنت ويكون مربوط بالتليجرام. هنبدأ كده نمسح الكلام ده ونحط هنا بوت تليجرام. هذه تليجرام وان مسج. تمام. طيب التليجرام هنا طلب مننا كريدنشال. نربط كريدنشال ازاي؟ هنعمل كريدنشال، هيبقى طالب اكسس توكن واليو ار ال. بيز يو ار ال هو خلاص اوريدي موجود، هنحتاج الاكسس توكن. طب قدامنا حاجتين، يا اما هنكتب هنا بوت فازر، تمام، هيطلع لك بالشكل ده، او هنيجي على نيو تاب. لو انت فاتح التليجرام على الويب، هنيجي على نيو تاب ونكتب بوت فازر تليجرام، وهيجي لك هنا اللانش، وهنفتح اوبن ان ويب بلس، وهيبدا يجي لك كل التفاصيل دي كلها. طيب سواء من هنا او سواء من التليجرام على طول، هنختار ده مثلا، نفس الكلام اهو. طيب هنا بيجي لك ايه؟ هنا بيجي لك بقى اللي انت عايزه، عايز تعمل نيو بوت، ولا تشوف البوتس اللي عندك، ولا هتedit، ولا هتعمل سيتنجز، تمام، ولا ويب ابس، ولا جيمز. تعال نعمل سلاش ونقول له نيو بوت. طيب alright, now how are we going to call it؟ هنسميه ايه؟ هنسميه مثلا ديمو. تمام. طيب تعالى هنا نختار اليوزر نيم. ايا كان اللي هتختار اليوزر نيم لازم تحط بوت بعدها اندرسكور بوت. تمام، يعني مثلا نكتب نقول برضو ديمو اندرسكور بوت. sorry this username is already taken، يعني الاسم ده موجود. هنبدأ بقى هتفضل بقى انت في القصة دي لحد ما ايه تجيب اسم مش موجود. تمام. نعمل هنا مثلا، انا حبيت اكبر الماوس علشان خاطر تبقى شايفين. تمام. طب خلاص، المهم ان احنا غيرنا الاسم وعدينا الاكسس توكن بتاعنا. ناخد كده كوبي ونروح على الاكسس توكن، نحطه هنا وندوس سيف، وقال لنا مبروك. مبروك زي الفل. يبقى كده اتربط. تمام. طيب نيجي هنا نربطه. تمام. خلاص كده عرفنا ازاي نعمل الكريدنشال بتاع تليجرام. تاني نعيد الخطوات سريعا. انت بتخش هنا، بتعمل على بوت فازر، تأكد ان هي العلامة الزرقاء دي، وبتعمل سلاش وتختار نيو بوت وبتسميه، وبعد كده هيطلب منك تسمي اليوزر نيم وهتسميه، وبعد كده تاخد الاكسس توكن ده وتحطه في ان كلام جميل جدا. ما تنساش تعمل سيف.